المجال ده يعني قررتي تخشيه بناء على ان انت مثلا نجحتي في حاجه عملتيها لحد عندك معارف او اصدقاء او كده، ولا الموضوع جه مثلا في الاول كبزنس على طول؟ انا لا محتاج هو اعمل بيزنس بصراحة، فهخش في المجال لا ده. هي بصراحة جت ان انا عملت لحد قريبي ديزاين بتاع اسبوع وكده. تمام. فانا بصراحة ما كنتش متخيلة ان انا هعمل كل ده لوحدي، لان اليوم بيبقى مسؤول منك انت، من الالف للياء ليك انت بس. تمام. ف يعني انا فرحت بجد يعني انا. طب هي الزباين اكيد مش كل الناس بتكون يعني كويسه، بتلاقي ناس متعبه، وممكن ان انت تعملي ديزاين يقولك لا انا ما عجبنيش الديزاين ده. حصل معاكي ولا لا؟ اكيد طبعا، هو حصل معايا كتير طبعا، وطبيعي في اي شغل ان احنا نقابل ده، بس يعني دي حاجة ما تخليكش توقف. ايوه بس انت اللي بقى بتختاري اصلا اوريدي، يعني انت مثلا بتشوفي المكان فعلى اساسه انت بتختاري اصلا الديزاين، بتقولي انا شايفه ممكن مثلا يكون ده حلو عليه، ولا بتسيبي الناس مثلا اول ما تدخلي تقولي لهم حابب ايه؟ لا انا بروح مثلا قبلها بيوم او فترة اشوف المكان محتاج ايه، وبعرض عليهم اقول لهم مثلا هنعمل كذا. على فكره الصور الصور بتاعتك بتبقى معروضه على الشاشه، السيشن بتاعك كل حاجه ان شاء الله حلو جدا. حبيبي تسلميلي. كملي. فانا بدخل فبقول لهم الديزاين عامة ده ينفع ايه، فهم طبعا يعني في ناس تقول طب مفيش حاجة تانية تضيف حاجة من عندها هكذا يعني. انا سبتك تعملي اللي انت عايزاه، ما أهو. اتكلمتش. ده طبعا بتبقى اذواق في الاول وفي الاخر، بس أكيد. هل مثلا يعني الايام دي الناس بتختار الوان معينه؟ هل الناس بتحب تميل الى الالوان المترقعه اللي تعمل لفت للنظر جامد، ولا الناس مثلا لسه يعني ليها ذوق كلاسيكي شويه؟ يعني النهارده الموضه رايحه فين، او الناس عايزه ايه؟ لا هو عامة يعني معظم الناس بقت منفتحة شوية، اللي هي عايزة ألوان مترقعة طبعا، وحتى برضو اللي بيميل للكلاسيك برضو ان هو عايزين برضو ألوان، يعني عايزين الألوان الوان بتبقى مبهجة مودرن مع شوية، كلاسيكي. أو الألوان بتبقى مبهجة شوية فبتدي منظر كويس جدا للمكان. بس انت بتفضلي اصلا ايه في الطبيعه، او بتشوفي ايه اللي بيليق على كل مناسبه؟ يعني عامة بحس ان الأبيض عامة وداخل فيه شوية ألوان صغيرة كده ده حلو جدا، يعني مريح مش جدا بتحبي ان للمكان. انت تعملي الوان مبهرجه اللي هو الوان كتير في لا في بعض؟ لا. معظم المناسبات، يعني في معظم المناسبات بتبقى فعلا محتاجة الألوان المترقعة دي، انما في المناسبات قليلة بتبقى محتاجة أبيض جولد هكذا. وانت بقالك كام سنه اصلا في المجال يعني ده؟ أنا بقالي سنة وداخلة على سنة ونص. تمام. والناس طبعا لو عايزه توصل لك وتتعامل معاكي وكده بيبقى عن طريق الفيسبوك وارقام الواتساب، أيوة. ولا بيبقى لينا المكتب معتمدين عليه اكتر، ولا الموضوع لا بيمشي هو عامة المكتب شغال والفيسبوك شغال برضو، طبعا والأرقام ارقامك هتنزل على الشاشه هنا معانا. ارقام استاذه رفايده اللي حابب يتواصل معاها، عايز يعمل حفله، عايز ينظم حاجه مناسبه عنده، طبعا ارقامك هتنزل للناس ويقدروا يتواصلوا عن طريق الواتساب. تمام. تمام. صح كده؟ وعن طريق طبعا صفحه الفيسبوك الخاصه بيك اسمها روفا ويدنج بلانر، صح كده؟ صح. تمام. هو مين بيشجعك او بيدعمك في الموضوع ده اكتر؟ هو بصراحة ماما بتشجعني جدا ان انا ابقى حاجة، واهلي كلهم طبعا، اصل بالذات ان انت بنت وبتسافري فعلا محافظات صعب كتير، بالذات ان على بنت انها تتعامل مفيش مع امان الايام دي كمان. مع كل الناس طبعا. بس انا الحمد لله يعني توفيق من ربنا في الاول، ثم اهلي وماما، والحمد لله ان انا عديت في المواقف دي يعني. احنا طبعا بندعم كل شخص ناجح في مجاله من خلال برنامج فكرة، ونتمنى لك ان انت تبقي ناجحة دائما في مجالك وتكبري ويجيلك شغل مش محافظات مصر بس، يبقى بره مصر كمان.